يا جماعة أخباركم إيه؟ ورب كلكم تكونوا بألف خير وصحة وسعادة وكل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم ويا رب يكون شهر يعني كله خير وبركة عليكم وربنا يتقبل مننا كلنا رمضان بإذن الله تعالى. خلينا بس ندخل على المواضيع اللي معانا. أول موضوع معانا نخرج بس من السوق المحلي شوية نتكلم عن حاجة عالمية هي ليها علاقة بفينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، واحد من أبرز لاعبي العالم. لعيب أنا كنت شايف إن هو كان مؤهل جدًا إن هو يمسك إن هو يبقى man of the world، رجل العالم لسنين، ولكن هو مقصّر في حق نَفْسه حبّتين 3. ده بجانب طبعًا سياسة ريال مدريد في التعاقدات، إن هو لمّا جابت نجم كبير زي مبابي خَد الهالة الكبيرة من فينيسيوس، فبالتالي يعني كان الأفضل إن ريال مدريد يكمّل بمشروعه مع فيني لفترة أطول، ولكن خلّيني أقول لكم إن أنا يعني اتكلّمت مع وكيل فينيسيوس جونيور، هو دياكو فيريتاس. الراجل ده برازيلي وده من ضمن 3 هم المسؤولين عن الوكالة اللي هي بتسوّق فينيسيوس جونيور. الوكالة دي فيها إندريك برضه، وفيها أكتر من لعيب، هي أكبر وكالة في البرازيل ومعاها لعيبة أو هم أصحابهم برازيليين، ولكن هي وكالة عالمية يعني. فبالتالي في أكتر من لعيب معاها برضه في أوروبا. المهم سألته عن فينيسيوس بشكل واضح، هو رَد عليّا قال لي إن كل شيء متعلق بفينيسيوس مطروح لغاية كأس العالم الجاي في 2026. قال لك إن كل شيء وارد، إن هو يمشي من ريال مدريد ده شيء وارد، إنه يروح الخليج ده شيء وارد، إن هو يروح أوروبا ده شيء وارد، إن هو ي ي يعني إن هو يروح فريق تاني في أوروبا ودي نقطة مهمة. ده شيء مطروح لفينيسيوس. إذًا اللعيب نفسه خلاص هو واخد قرار إن أنا منفتح عن الرحيل عن ريال مدريد. الأول كان اللي حوالين فيني في الفترات اللي فاتت كانوا شايفين لأ، إن الراجل ده هو مشروع ريال مدريد، هو نفسه كان شايف إن ريال مدريد هو هيروح لأ هيروح أكبر من ريال مدريد فين يعني. فبالتالي الفكرة ما كانتش يعني محببة ليه أوي فكرة الرحيل، لكن دلوقتي الموضوع اختلف، وإن الوكيل ده على فكرة مش صاحبي يعني، أنا استفسرت منه بشكل طبيعي هو رد عليَّ، وضّح لي، فبالتالي بما إن هو بيوضّح للإعلام بشكل واضح دي خلاص ده هو واخد موافقة من فيني. اتكلم وقُل إن أنا مستعد إن أنا أتلقى أي عروض تيجي لي وأنا منفتح على أي شيء ممكن يوصل لي يعني. وأنا أتوقع إن فينيسيوس ممكن يمشي من ريال مدريد. فينيسيوس نجم يبقى سوبر ستار لفريق، مبابي نجم يبقى سوبر ستار لفريق، وبلينجهام نجم على فكرة يبقى سوبر ستار لفريق. ريال مدريد جاب ال3 مع بعض. ف يعني بيلينجهام ممكن يمشي شوية مع مبابي أو فينيسيوس ماشي، إن هو يبقى الراجل التاني ماشي، لكن مبابي وفيني مع بعض اتنين في مركز واحد كمان صعبة. ده يفكّرك شوية والسوق المحلي عندنا الأهلي بن شرقي مع إمام عاشور مع زيزو مع تريزيجيه، والنتيجة لغاية دلوقتي لسه مش أفضل حاجة يعني، ولسه مش الأهداف ولسه مش النتايج اللي جمهور الأهلي مستنيها. إذًا فينيسيوس قد يرحل بتصريح رسمي من وكيله عن ريال مدريد في يعني لغاية كأس العالم الجاي هم بيناقشوا العروض اللي عندهم، ويعني ممكن بعد كأس العالم نشوفه في حتّة غير ريال مدريد. ندخل على الموضوع التاني اللي معانا ليه علاقة ب ميكالي المدير الفني السابق السابق للمنتخب الأولمبي، السابق برضه لمنتخب مصر مواليد 2005. كانت طرحت فكرة إن ميكالي يرجع تاني يقود المنتخب مثلًا الأولمبي اللي هو هيتشكل على فكرة بعد الموسم ده. يعني بعد الموسم ده ما يخلص من الدوري المنتخب الأولمبي هيتشكل، ممكن جدًا قبل كأس العالم، ممكن بعد كأس العالم، يعني في الفترات ديّة هيتشكل المنتخب الأولمبي. كان في اقتراح إن الراجل ده يرجع ويمسك المنتخب الأولمبي لغاية بقى لوس أنجلوس 2028، يعني هيكون قدامه حوالي سنة ونُص أو سنتين، لا الأولمبياد تبقى في الصيف قُل هيبقى قدامه سنتين. وكان في اقتراح تاني إن هو يكون موجود كمثلًا مدير فني للمنتخبات غير المنتخب الأول، المنتخب الأولمبي بقى، منتخب الشباب، منتخب الناشئين، كان هو يبقى مدير فني لمجموعة المنتخبات ديّة. يعني كان في أكتر من اقتراح لميكالي. الراجل ده في أصوات جوّه مجلس إدارة اتحاد الكورة شايفة إن هو كان كويس جدًا، وشايفين إن قرار رحيله
لأن المهندس أبو ريدة هو مجلس أول لما جه قرروا إن الراجل ده يمشي، وقال لك عشان الدولار والعملة الصعبة وي 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 وي. وفي الآخر جبنا كابتن أسامة نبيه وخرجنا بفضيحة في كأس العالم. في الآخر رحنا جبنا رئيس لجنة حكام ملوش أي إضافة، بياخد بالدولار برضه مبالغ كبيرة، لكن ما علينا. في أصوات قالت في مجلس الإدارة إن الراجل يرجع، وخاصة إن الراجل عارف الكرة المصرية كويس أوي، وياخد مرتب يعني أقل من اللي هو كان بياخده، هياخد حوالي 40 أو 45 ألف دولار، ويعني نكمل بالمضمون. لكن القرار النهائي في المجلس هو لأ، مش هنجيبه تاني، مش احنا اللي نكون مشيناه ونيجي بعد فترة نجيبه. ده هيبقى اعتراف، حتى لو اعتراف مش يعني مش معلن، لكن اعتراف غير رسمي، لكن اعتراف بالخطأ في قرار رحيله من البداية. فميكالي كان اقتراح، ولكن خوفا يعني الشكل العام لينا ممكن ميبقاش حلو، فقال لك لأ، نقفل ملف ميكالي، ويا عم نبقى نجيب مدير فني أجنبي وخلاص، هو برضه الدولار قد كده، ولا هيفيد لنا ولا هيعمل أي حاجة، ويجي يجيب شوية مساعدين برضه ولا هيعملوا أي حاجة، والدنيا تمشي يعني. تمشي كلها بتمشي عندنا هنا بقى، هنا بالحب، خاصة في اتحاد الكورة يعني، في المنتخبات كله كلام يعني. يا جماعة انتوا ممكن تكون مش عارفينه أو مش مركزين فيه قوي بسبب اهتمامكم أكتر بالأهلي أو بالزمالك أو بالأندية، لكن اللي يركز مع الاتحاد وملفاته وقراراته وما وراء قراراته وما الهدف من وراء قراراته وال والمصالح والحبايب والوسايط والقرايب، يعني ملفات كتير. خليها في وقتها، أو لما يكون في مناسبة لأي حاجة شبه ديت نبقى نتكلم عنها. فميكالي كان اقتراح، ناس جوه اتحاد الكورة قالك مفيش مشكلة يا عم، احنا غلطنا نرجعه تاني، لكن كان القرار النهائي. طبعا ده قرار يعني يترأس أو في مقدمة القرار ده والأصوات اللي هي بتدعم إن الراجل ده مرجعش تاني، طبعا المهندس هاني أبو رضا رئيس الاتحاد. فبالتالي خلاص ميكالي ملهوش مكان في منتخبات مصر في ظل وجود المجلس الحالي. طيب ندخل على الحاجة التالتة. يعني أنا بتفرج دلوقتي على ماتش الكولومبوس كرو الأمريكي وبورتلاند، طبعا في الدوري الأمريكي، وطبعا تألق وسام أبو علي، ويعني كان فيرود فز الحقيقة يعني، فيرود فز بمعنى الكلمة يعني، والأهلي خسروا، وصعب جدا تلاقي فيرود زيه على فكرة، لكن ممكن تجيب حد كويس يعني. فعشان ما توهكمش معايا، الأهلي كان معروض عليه لعيب اسمه بابلو الصباغ. بابلو ده كان بيلعب في كوريا الجنوبية، فيرود قوي جدا. كنت بكلم مع وكيله، وكيل هنا في مصر اللي كان واخد تفويض إن هو يسوقه في مصر، كابتن أو أستاذ ممدوح الساعاتي، وقال لي إن هو طبعا كان معروض على الأهلي والحكاية والرواية، لكن آه، أو أهم سبب اللي قال لي رفضوا ليه، قال لك عشان حياته بره الملعب ما بتبقى مش قد كده، وبيعمل فيديوهات. فيديوهات إيه يا جماعة؟ فيديوهات إيه بجد؟ هو أنتوا لما تيجوا تجيبوا لعيبة هتجيبوها على الأساس ده؟ أنا معاك إن أنت تبص على بروفايل اللعيب ده بره الملعب، أنا معاك، ولكن البيئة هناك غير البيئة هنا. لو في لعيب بيسهر وهو بيلعب في بلد ما، أو مع فرقة معينة، أو فرقة مش بتنافس، أو فرقة مش جماهيرية، مش بالضرورة إن هو هيعمل نفس الأفعال دي معاك لو جه. أبدا أبدا، المعيار مش هيبقى واحد. في لعيبة عندها نضج، عارفة هو لعيب كورة، عارف المكان ده محتاج منه إيه بيدوله. لو راح لمكان أعلى وليفل أعلى ومسؤوليات أعلى هيبقى زيها، هينخرط مع البيئة اللي هو هيتحط فيها يعني. فبابلو إيه اللي بيعمل؟ بابلو الصباغ ده قد كام وش 5000 مرة كلاعب كورة. طب يا عم هو كده كده كان عقده بيخلص يعني، فيعني 6 شهور مثلا، بدل كام وش ده اللي ما عندوش فكرة أصلا. اللي جابه ده مش يتحاسب يعني. صفقة كاموش دي بتدل على أو بتعكس حالة التعاقدات، أو حالة لجنة أو إدارة التعاقدات في الأهلي، أو إزاي الناس بتفكر يعني، الصفقات اللي هي بتيجي الغريبة دي.
فيعني أنت رفضت بابلو الصباغ عشان خاطر بيعمل فيديوهات، وجبت كاموش المؤدب المحترم، أدي هو برضه مؤدب محترم في الملعب وما مالوش في أي حاجة. يعني أنا كنت عندي خلفية إن الولد ممكن يكون حياته مش يعني مش بتاع هلس شوية. والأهلي حط كومنت أوكي على الموضوع ده تمام، بس لما جيت اتكلمت بقى مع وكيله المسؤول إن هو يسوقنا في مصر، ويعني حاولت إن أنا أفهم منه أكتر. لأ يعني سيبك من السبب المالي أو الحاجات المادية، الواد كان هيجي على فكرة عادي وراح أهلي طرابلس يعني، كان هيجي ده هو كان مرحب جدا إنه هيجي الأهلي، كان عنده الدافع إن هو يجي يلعب الأهلي المصري. عارفين يعني إيه؟ يعني أنا هاجي وأنا عارف أنا داخل على إيه، وعارف البيئة ديّة شكلها عامل إزاي، وعارف أنا لازم أعمل إيه عشان أنجح فيها. مع ذلك تقول لأ ده ليه فيديو أو ليه أو بيسهر أو بيغني، يعني زي برضه أحمد عبد القادر يعني. لعيب أنا في لعيبة محتاجة معاملة خاصة يا جماعة، يعني كان في حد من الأصدقاء حط لي كومنت حلو أوي، وقال لي هو لو كل اللعيبة ممتازة في كل حاجة يبقى كله هيبقى ميسي وكريستيانو يعني. قال لي طبيعي تلاقي في الليفل بتاعنا ده تلاقي طبيعي تلاقي لعيب موهوب جامد لكن دماغه مهوية شوية، السيستم بتاعه محتاج يتظبط، محتاج يتحط على التراك. ممكن تلاقي لعيب منضبط لكن موهبته مش عالية، فلازم ده برضه تشتغل معاه شوية. مش هتلاقي لعيب يعني الأربع أو خمس حاجات النموذجية في لعيب الكورة، هتلاقي هو كل لعيبة مصر تلاقي عندهم حاجتين والباقي كله مش موجود، إلا بقى اللعيبة يعني فذة في موضوع الاستمرارية ده زي زيزو مثلا، بقاله 5 سنين توب، راجل مركز في الملعب. تريزيجيه مثلا. لكن باقي اللعيبة التانية هتلاقيه برضه يعني بيمشي على سطر ويسيب سطر. ليه؟ لأن هو مش يعني إمام عاشور لعيب موهوب، لعيب عنده موهبة لكن ما عندوش استمرارية، بينفعل بسرعة، بياخد قرارات انفعالية بسرعة، ما عندوش إدارة في حياته، ما تحسش إن هو في حد بيديره كده كبير، لأ هو قراراته من دماغه. فأحمد عبد القادر كان من النوعية دي، كان لازم يشتغل على دماغه شوية، كان لازم تحتويه أكتر من كده. لأن هو كان لعيب هينفعك في أوقات كتيرة. فنرجع لموضوعنا، بابلو الصباغ الآلي طبعا رفض عشان هو بيعمل فيديوهات على التيك توك وبيرقص وبيغني وبيسهر، فقال لك ده أخلاقه مش تمام، فراح يجيب الأخلاق كويسة وكموش، وفعلا طلع أخلاقه كويسة جدا، حتى جوه الملعب باين على أخلاقه يعني، وراجل ملوش في أي حاجة يعني. يلا خليني أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم.